بقيادة فنية سيئة وتشكيل غلط وتغييرات زي الزفت، الزمالك بيخسر من الجونة 3-2 في بطولة الدوري. نروح لتشكيل المباراة. بدأنا بال4-2-3-1 المعتادة من جوميز. بدأها بصبحي قال ايه في حراسة المرمى، محمود علاء العائد من الموت عشان يموتنا احنا، المسلوسي، عمر جابر وفتوح، دونجا والعياذ بالله رؤى، احمد حمدي، شيكا وناصر ماهر، تحت الجوليادور سامسون. ليه بنقول ان التشكيل غلط وان البدايه سيئه وبمنتهى العشوائيه؟ لان اي حد اتفرج على فرقه الجونه عارف ان هي فرقه بترص ال10 قدام الحارس بتاعهم في ال18 وبتلعب على التحولات، بس بتلعب على التحولات بشكل كويس قوي. الحقيقه ان هم عندهم فردتين ثلاثه بمنتهى السرعه بيقدروا يبقوا في نص ملعب الخصم، بل عند الجون كمان اللي بانت قوي النهارده في الجون الثالث. وبرغم كده جات لنا فرصه لاحمد حمدي في اول الماتش كانت تقدر تخلص جزء كبير قوي من الماتش في اوله، ولكنه شاطها في جسم الحارس عشان على طول الجونه يعاقبنا بعديها ويسجل الهدف الاول. رؤى بيكش رجله، حمدي بيحاول يجري عليها عشان ياخدها، يلاقي علاء في وشه اللي كشف كل الملعب في ظهره، لبسوا ببعض، احلى انفراد علينا، الاول فيك يا صبحي. بعد كرة الهدف فضلنا في نفس العشوائيه ومن غير اي رد فعل، فضلنا نعجن بقيه الدقايق من الشوط. وبدأنا الشوط الثاني وفاجئنا جوميز انه ما عملش ولا تغيير، كأن الفرقه جميله وزي الفل وان احنا مش محتاجين نغير اي حد فيها. ولكن على غير المتوقع قدرنا نسجل جون التعادل عن طريق فتوح اللي شيكا رقص فيها ولعبها له بيمينه، وفتوح اتحرك تحرك هنا بعظمه عشان يحط كرة التعادل. وبعديها بمفيش 5 دقايق المخرج بيغفلنا وبنرجع على احتفال الجوليادور سامسون اللي جاب الجون الثاني بعد كرة عظمه من شيكا في ظهر الدفاع، اتحرك لها وقابلها فتوح ولعبها لسامسون قدام الجون. وهنا تحرك فتوح في الجون الاول اللي جابه بنفسه، وتحركه في الجون الثاني اللي صنعه لسامسون بيقول لنا ان فتوح هيبقى ليه دور مهم قوي مع جوميز في اختراق ال18، سواء بالتسجيل بنفسه او انه يعملها لحد جاي من ورا. لحد كده تمام، من 1-0 ل2-1 والدنيا زي الفل، لحد ما جوميز قرر يتدخل بتغييرات غبيه. نزل عبد الله السعيد وشلبي، تغييرين انا ما فهمتهمش ليه، لان التغييرات دي تعملها وانت خسران وانت متعادل ومحتاج ترجع في النتيجه، لكن مش وانت كسبان. التغيير اللي كان لازم ينزل هو شحاته. انا عايز اعرف ايه اللي عمله شحاته في ماتش الاسماعيلي يخليه مستبعد بالطريقه دي. الواد مش هيشمها تاني يعني ولا ايه؟ هو اللي معانا في الكونفدراليه اصلا، وهو الوحيد في نص ملعب الزمالك اللي يقدر يدافع كويس ويهاجم كويس. وفي ماتش زي ده الجونه بيلعب فيه على التحولات وانت خلاص اتقدمت، يبقى كان لازم شحاته شاب صغير سريع قوي يقدر يسد معاهم ويرجع معاهم ويتقدم لو احنا احتاجناه يتقدم، ويرجع معاهم في المرتدات. مفيش اي مبرر انك تنزل عبد الله لانه مش هيقدر يجاريهم في سرعتهم، ومفيش مبرر ان شلبي اصلا موجود غير ان هو الوينج الوحيد اللي موجود في الزمالك. انا عايز اعرف هل انت كده بتذبح شحاته؟ خلاص شحاته خلص. على فكره نص ملعب الزمالك في الكونفدراليه لازم يكون دونجا وشحاته وحمدي. حمدي ده اول ماتش تديهوله، وشحاته انت استبعدته خالص من بعد ماتش الاسماعيلي. وخدها مني مره واثنين وثلاثه وعشرة، رؤى ما ينفعش، وعبد الله السعيد وناصر ماهر مش هيلعبوا معاك في الكونفدراليه. لازم تجهز شحاته ولازم تدي لحمدي، ولازم كمان تشوف زياد كمال لان هي البطوله الاهم. وبعد الخساره كمان النهارده احنا خلاص ده حتى المركز الثاني ممكن ما نعرفش نحصله اصلا. نراجع حساباتنا في شحاته لان الولد كويس ويستاهل واحنا اصلا محتاجينه. وفعلا بعد التغييرات بيفقد الزمالك نص الملعب ويبتدي الجونه في التحولات، وطبعا عبد الله السعيد مش هيقدر في جيم زي ده ان هو يدافع ويديك اللي انت عايزه. وما عداش كتير وبعرضيه على القائم البعيد قدر الجونه يسجل الجون الثاني بتغطيه زي الزفت من عمر جابر، انه واضح انه طول الماتش مش مركز، والواد بتاع الجونه عمال يعدي منه، وفي الاخر الواد التاني غفله ودخلت في صبحي اللي لو اتشطت عليه تلاجه هتيجي عادي مفيش مشكله، لان بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه بينط لجوه. اول مره اشوف حارس بينط لجوه الجون. نيجي بقى للتغييره اللي قلبت الماتش، بس مش لينا علينا. طلع سامسون ونزل منسي عشان كل اللي يعمله في الماتش ان من ركنيه لينا يرجعها يديها للعيبه الجونه، تروح علينا 4-1 انفراد من نص الملعب. رايحين بقى كلنا بنلعب بقى على صبحي والهدف الثالث، لعيب نزل عشان بس يديهم الكره يروح يجيبوا فينا الجون الثالث. لا منك ولا كفايه شرك يا ابني. طبعا بعد الجون الثالث من الجونه لعيبه الزمالك بمنتهى العشوائيه قعدت تعلق الطويل 10 دقايق
بنعلق الطويل. طبعا لعيبه الجونه ما كانتش عايز اكتر من كده، العب يا باشا الطويل، احنا نطلع نطفش زي الفل. ال10 دقايق خلصوا، لمينا ورقنا والزمالك خسر 3-2. ماتش بيأكد فصول الزمالك البايخه، وانه بعد اي خساره لازم تكر خساره تاني. ما نعرفش نلم نفسنا على طول ونرجع تاني ونفوز عشان الدنيا تعدي والدنيا تهدى، لا، خساره وراها خساره عشان نفضل نكر ونشكك بقى في المدير الفني وفي الصفقات الجديده وفي الاداره وفي اي حد معدي في النادي. كل ده كنا نقدر نتلاشاه لو كنا كسبنا النهارده وكانت الدنيا هديت، خصوصا ان احنا عندنا فتره توقف تقريبا 19 يوم. هنفضل في الضغط ده لغايه لما نرجع نلعب، مش محلي، لا، قاري. ماتش دور الثمانيه مع فيوتشر في الكونفدراليه. واللي بيأكد كمان فصول الزمالك البايخه ان الاهلي خسر النهارده. اكسب، اكسب وقرب، اكسب وارجع نافس، تقوم انت كمان تخسر؟ ما كفايه اللي خسرناه. وبعد خساره النهارده المركز التاني بقى بعيد، ويا عالم اصلا احنا هنلحق تالت اصلا ولا رابع، مش حتى تاني. شكلنا هنقضيها محل بس الموسم الجاي بالنتائج دي. في الاخر عندنا فتره توقف، اتمنى ان جوميز يعرف فيها اللعيبه اكتر ويلمهم ويعرف امكانيات اللعيبه ومين اللعيبه اللي تنفع ومين اللعيبه اللي ما تنفعش ومين معانا في الكونفدراليه ومين مش معانا. من الاخر كده يركز على شحاته وحمدي وزياد كمال، عشان دول اللعيبه اللي هنقدر ننافس بيهم او هنكمل بيهم في الكونفدراليه. وارجوك بلاش صبحي، بلاش محمود علاء، وبلاش روق، لان اي حد من دول لو لعب ماتش الكونفدراليه سواء بقى دور الثمانيه او لو ربنا كرمنا وصعدنا هيشيلنا، بيشيلك قصاد الجونه، هيعمل فيك ايه في افريقيا؟ نلم الدنيا ونهدى. مش عارف هفضل اقول نلم الدنيا ونهدى لحد امتى، بس هنعمل ايه؟ هي متصابه خرابه، فننضف ونعمر، ما نهدش حاجه اصلا محروقه.